اهلا بكم يا شباب، فيديو جديد من دورة فلاتر. النهارده هنكمل بناء النوتس اب. اخر حاجه طبعا وصلنا لها ان احنا بنينا بس الكاستم تكست فيلد اللي قدامنا ده. فالنهارده بقى حابين يعني نخليه يستقبل قيم بحيث ان انا اقدر اعيد استخدامه. فطبعا اول حاجه هستقبلها هي الهند تكست او الفاينل string hint. تمام. فدي طبعا الحاجه اللي انا محتاجها دلوقتي، الى جانب ان انا محتاج حاجه تانية. لو لاحظت ان حجم التكست فيلد ده اكبر من الحجم ده، فبالتالي الماكس لاينز اساسا مختلفه. فممكن نفس الكلام استقبل final int max lines، وبعد كده استقبلهم جوه الكونستراكتور. حلو قوي كده. واجي على الهنت بقى اقول له خلي بالك انا هديك الهنت ده، والماكس لاينز هنا هقول له هتاخد الماكس لاينز اللي جايه لك، بس خلي بالك تعالى نديها قيمه ديفولت، لان مش كل مره هيحدد لي القيمه بتاعته. انا عارف ان كده كده الديفولت اساسا بتاعي بواحد، فبالتالي مش محتاج كل مره اخليه يديها لي. انا ممكن اديها ديفولت هنا. تمام، حلو قوي كده. فانا ممكن بقى اروح على البادي بتاعي او البوتtom شيت اقصد، واكمل بناء اليو اي بقى. فطبعا هاجي في المكان ده، هو محتاج الهنت، فطبعا هديله الهنت هنا، اقول له تايتل كده. تمام قوي. وبس كده، ده بالنسبة لأول تكست فيلد. فممكن نكرر نفس الكلام ده تاني مرة تانية، والمرة التانية هتبقى الكونتنت. تعالى كده نبص كونتنت. تمام. وممكن مثلا نخلي الماكس لاينز بتاعتها تبقى 5 مثلا. ماشي. وممكن نعمل هنا مساحة كده ما بين الاتنين دول، فهقول سايز بوكس هنا، واخلي الهايت مثلا ب16. ماشي، 16 اظن كويس. فكده طبعا اللي فاضل لي بقى ايه البوتن طبعا. تمام، بس تعالى كده نخلي كل حاجه كونست بقى. هو انا عارف كده كده بما اني بنستخدم كاستم تيك سيت، فعلى الاغلب ان انا هشيلها بس عشان الورنينجز تختفي دلوقتي. تمام. فطبعا دلوقتي انا خلاص خلصت كده الفورم بتاعي يعتبر، يعني ده كده الفورم اللي هستقبل فيه البيانات. طبعا لسه ما استخدمتش الفورم ويدجت، هخليها لما نيجي نبتدي ناخد بيانات بالفعل ونضيف في الداتابيز بتاعتنا نبقى نحط الفورم. بس اسيب اليو اي دلوقتي زي ما هو كده. تمام. ممكن نعمل البutton دلوقتي وممكن لا، بس يفضل لا نخليها في فيديو لوحديها افضل. تعالى نعمل كومنت للتشينجز اللي احنا عملناها دلوقتي. فكل اللي احنا عملناه ان احنا ضفنا فيلدز للبوتtom شيت بتاعنا، فممكن هنقوله add fields to bottom sheet. بس كده. ممكن طبعا تحدد نوتس bottom sheet عشان لو انت عندك اكتر من bottom sheet تبقى انت عارف انت ضفت لانهي bottom sheet. ونعمل كومنت كده وبوش وكده خلاص. بس بكده يكون الفيديو ده انتهى. اتمنى تكون استفدت من الفيديو، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.